هنا في الاستوديو نتحدث إلى الدكتور حازم نهار الكاتب السياسي السوري. دكتور حازم، مرحبا بك. الحديث بيننا بدأ منذ أشهر، وكل مرة نتحدث على الهواء أو خارج الهواء يعني تشير إلى قلق تشعر به. هل هذا القلق يتصاعد الآن؟ بالتأكيد، يعني مع إصرار النظام على متابعة الحل الأمني العسكري بهذه الطريقة، بالتأكيد هذا أمر يقلق جميع السوريين. يعني النظام بدأ يفقد تدريجيا كل صفات المعروفة لأي نظام، يعني لم يبقى منه إلا العصا الأمنية. يعني مؤخرا ما جرى مثلا مع علي فرزاد يوحي أن النظام ما عاد يطيق لا مطربا يغني ويصدح، ولا رسام كاريكاتير يرسم رسوم انتقادية، ولا كاتبا يفكر أو يكتب ضده. هو لا يريد من السوريين إلا أن يكونوا أشباحا لا ترى لا تسمع لا تتكلم. طيب، أتيت على ذكر الأستاذ الفنان علي فرزات، ونحن بيسعدنا الآن أنه يكون معنا الأستاذ علي فرزات حقيقة على الهاتف مباشرة من دمشق. أستاذ علي، الحمد لله على سلامتك باسمي وباسم كل الزملاء. الله يسلمكم، الله يسلمكم، الله يسلمكم. نحن سعيدين جدا انه عم نقدر نسمع صوتك، وما بدي تعبك كثير معي حقيقة. بدي اترك الكلام لحضرتك، اذا شو بتحب تقوله بهالمناسبة اللي طبعا نتمنى نحكي معك بمناسبات افضل، ولكن ماذا تريد ان تقول الان؟ يعني ما بعرف، دائما الله بيوفقهم بسوء التقدير. يعني دائما بيجوا للاماكن اللي بدينهم وبيدخلوا فيها. يعني هن طول عمرهم بيقولوا نحن عم نتابع مسلحين وعم نتابع مندسين وعم نتابع من هالكذب هذا. طيب هلا اللي بده يشوفني هذا شو انا مسلح انا ولا انا شاهد؟ انا معي هالالم هذا. شو بدهم يقولوا؟ هلا سالوا الناس بس انه طيب هذا شو؟ هذا فنان شايل الم وانتم معاكم كل الاسلحه هي. طيب شو جوابكم انتم للناس اذا قالوا لكم هذا الرجل الفنان هيك عملتوا فيه؟ بس سؤال. استاذ علي، فيني اطمن منك على الاصابات اللي تعرضت لها؟ بنتمنى انه ولا وحده منهم يكون صعبه. انا لك بمختصر مفيد، لاحقيني انا من مكتبي من تحت من شارع الباكستان وقام وصلنا لعند ساحة الأمويين. ساحة الأمويين تعرفي منطقة يعني كلها منطقة عسكرية وأمنية وكذا، يعني ما في حدا ممكن يجي يتصرف هذا التصرف غيره. رأسا كسروا علي بالسيارة وحصروني بالمنصة قبال الشيراتون. ونزلوا من سيارة بيضاء هونداي او كيا، والله ما عاد اتذكر لانه سياره هيك صغيره هي. المهم نزلوا اثنين من هون واثنين من هون، يعني كل واحد قد الحيط 4. فاعتدوا علي بالضرب. اول شيء سيارتي انا معهم عصايات هي السوداء هي ما بعرف شو رباهي، وبلش ضرب بكل مكان من جسمي، وردوا شحطوني بالطريق شحط ودخلوني على سيارتهم، سياره مسينه، واخذوني باتجاه ما عرفت لانه حطوا كيس خيش براسي انا. طبعا لما وقفوا بعد شي ساعة ونص من القتل، وكانوا يقولوا لبعضه، يقول لي واحد منهم انه بدنا نعلمك كيف تتمادى على اسيادك. انت عم تتمادى على اسيادك بالرسم وبالنقد، والله حتى نعلمك شلون تتمادى عليهم. وقال له الثاني كسر له ايديه مشان ما يقعد يرسم، فايد منهم مكسوره وايد منهم مردوده رد قوي يعني. بعدين فتحوا الباب تبع السياره وقالوا لي هالمره اكتفينا بهي. فتحوا باب السياره وهي ماشيه تقريبا بسرعه شي 20 او 30 هيك، ودعكلوني وشلفوني على الرصيف على الطريق يعني عند المطار. ما كانت توقف لي ولا سيارة، يشوفوا هالمنظر وقميص الدم كلياته وثياب دم وكذا ما يوقفوا لي. بعدين أشخص مؤمن فعلا يعني بالقدر، اجت سيارة بيكاب بنشرك قدامي بالضبط.
فما كان في مفر من ايده الا انا اطلع معه من وراء البيك اب. قد ايه اضطريت تنتظر وانت بهالوضع 3/4 الساعه تقريبا. اوف. وانا انزف يعني. خافت الناس توقف لك يعني استاذ علي؟ نعم. الناس خافت توقف لك؟ شافوني بهالمنظر، قميصي كله دم ووجهي كله دم وايدي كلها يعني وثيابي، وبعدين انا بفردة حذاء واحده. يعني اي واحد يشوف المنظر هذا يعني شو بده يقول. نحن معنا هون بالاستوديو ضيفنا استاذ حازم نهار، ما بعرف اذا بتحب تقول له شيء لاستاذ علي. بدي اقول له سلامته يعني، وبالتاكيد مثل هيك تصرفات ما راح تنول من عزيمه لا علي فرزات ولا غيره. يخلي لي اياك تسلم يا حازم، الله يخليك. نحن بنتمنى لك السلامة أكيد، السلامة العاجلة، وبنتمنى إنه نرجع نشوف ألمك عم بيضوي صفحات. بكبر بالناس اللي بيفهموا واللي عندهم رؤية واللي بيعرفوا الأمور من بدايتها كيف راح تنتهي. على كل دائما نحن بنتمنى انها تنتهي باقل الخسائر رغم كل الالام. الحمد لله على سلامتك مره جديده، ونتمنى انه السلامه تكتمل بالعلاج الكامل يا رب. وشكرا جزيلا الوقت اللي اعطيتنا اياه استاذ علي فرزات، باسمي وباسم الكثير من معجبينك اكيد ومن المواطنين السوريين بقول لك الحمد لله على السلامه. شرف كبير لي، وانا استفادكم يعني لي هذا بعتبره انا بعتز فيه بفتخر والله. شكرا لك وتحياتي استاذ حازم كمان، شكرا لكم. اهلا. شكرا لك استاذ علي فرزات، كنت معنا عبر الهاتف من المستشفى في دمشق. استاذ حازم، برايك الوصول الى عمليات من نوع العمليه اللي صارت مع علي فرزات، هل هي ضيق صدر اكثر يعني لم يعد يحتمل الكبت، ام رسائل من نوع اخر؟ يعني بالتاكيد تتضمن الجانبين. يعني اليوم النظام اصبح يقود البلد بدون سياسة، بدون ممارسة آليات سياسية. هو لا يستخدم إلا العصا والتهديد والاعتقال والقمع والرصاص وغير ذلك. النظام اختزل نفسه إلى مجرد رجل أمن، وهذه مصيبة على النظام ومصيبة على البلد. نعم. طيب أستاذ حازم، الآن نحن أمام 5 أشهر يعني من نفس الوضع، تعثر داخلي وعدم وجود أفق وتعثر خارجي أيضا في العلاقة، إن كان الإقناع أو الإكراه يعني العصا والجزرة. بالتالي أين ستفتح الثغرة؟ هل ستفتح الثغرة في المكان الصحيح أو المكان الخطأ؟ يعني هي ستفتح في النهاية أكيد. يعني الوضع في سوريا بالفعل مختلف عن بقية البلدان، يعني من حيث أولا طبيعة النظام السوري. النظام السوري يعني يصدق القول عليه أنه هو نظام محلي إقليمي دولي. يعني هذا النظام له ارتباط بكل الملفات اللي موجودة حاليا. يعني هذا الأمر الحاسم فيه في المحصلة هو حراك الناس، حراك السوريين. إن كنا نتوقع من النظام أن يفتح بوابة، يعني أصبح هذا الأمر بعيدا جدا. 6 أشهر لم يتعلم حتى الآن، يعني بالأحرى يعني إن لم يكن قد فهم ما جرى فإنه لم يتعلم منه. نعم. لم يتقدم خطوة واحدة حقيقية حتى الآن على أرض الواقع تعفي السوريين مما سيجري. على كل نحن نتابع هذا الشأن في العربية دائما، وفي نهاية الأسبوع طبعا دائما له حيز كبير. سنكتفي بهذا القدر معك دكتور حازم. شكرا جزيلا لك دكتور حازم نهار، الكاتب السياسي السوري والمعارض المعروف. طبعا كنت معنا هنا ضيفنا في الاستوديو. شكرا لك. أهلا.